بين الفينة والأخرى نجد بعض الجهلة ينعتون ساكنة الجزائر بالكراغلة، ويقصدون بهذا الوصف الحط من الجزائريين أو التقليل من شأنهم، ولا يصدر هذا الفعل من متمرس في التاريخ ودارس لسير السابقين، لأن المؤرخ يتعامل بوثائق التاريخ ويحتكم إلى كتابات المؤرخين وليس إلى أساطير المخرفين وحكايات الحكواتية والمهلوسين. وقبل أن نتطرق إلى سبب حقد المخزن المغربي على الكراغلة، يجب أن نقف عند بعض المسلمات التاريخية، وهي أن الكراغلة لا يوجدون فقط في الجزائر، بل نجد كراغلة في تونس وفي ليبيا وحتى في المغرب، فهم في الأصل عثمانيون، فالإنسان ينسب إلى أبيه، وفي الجزائر صاروا جزائريين بحكم الولادة والنشأة والإقامة في زمن لم تكن فيه هذه الحدود مرسومة، فكان المسلم يقيم حيثما شاء، فكل بلاد الإسلام هي وطنه، شأنهم شأن المماليك في مصر والأدارسة والمرابطين في المغرب والموريسكيين في شمال إفريقيا. وكان هؤلاء الكراغلة يمثلون نسبة قليلة من المجتمع الجزائري، فمعلوم أن عدد الكراغلة في الجزائر لم يكن كبيرا خلال الفترة العثمانية، فكان عددهم في مدينة الجزائر سنة 1621 للميلاد حوالي 5000 كرغلي. كما أن الكراغلة هم أبناء شرعيون تشكلت طبقتهم نتيجة زواج القادة العثمانيين الأشاوس الذين قدموا إلى الجزائر بغرض الجهاد وتحرير سواحلها وطرد الغزاة الصليبيين، وليس كما يشاع عنهم. السبب الذي جعل المخزن يحقد على طبقة الكراغلة أنهم كانوا السبب المباشر لفشل حملاته المتكررة ضد الجزائر، خصوصا كراغلة تلمسان وقسنطينة الذين أحبطوا مساعي المولى إسماعيل التوسعية ضد الجزائر على غرار ما بذلوه في سبيل صد حملة مولاي إسماعيل التي تزامنت مع حملة محمد باي تونس ضد الجزائر في الحدود الشرقية، ليتم تكريمهم من طرف الداي شعبان والسماح لهم مجددا بتبوء مناصب سياسية وعسكرية رفيعة. وبهذا نلاحظ أننا أمام طبقة محترمة بالغ القنصل الأمريكي والقناصلة الأوروبيون في الإشادة بهم والرفع من قيمتهم، كيف لا وهم يصفون أبناء أبطال أشاوس ونساء شريفات يلبسون ثيابا لم يلبسها حتى سلاطين مملكة مراكش وفاس حينها.